المسؤولين عنده ألقى بيان نيابة عن صدام، وبعد ذلك أعطاني ورقة صدام قالت أقرأها، قرأتها وإليه ورقة اتفاقية بين المملكة العربية السعودية والعراق عدم اعتداء بين البلدين. كان هناك شكوك لدى الملك فهد حول توقيع هذه الاتفاقية. هل كانت هذه بداية الخوض إلى احتلال الكويت دون تدخل المملكة العربية السعودية؟ وفي 28 من مايو عام 90 دعا المغبور صدام حسين القادة العرب إلى اجتماع خاص كان يريد وقتها كسب القادة العرب إلى جانبه. وفي 31 من يوليو عام 90 دعا الملك فهد الكويت والعراق إلى اجتماع خاص في جدة كمحاولة دبلوماسية أخيرة. قدم العراق مطالبه المالية بالحاجة الفورية لمبلغ 10 مليارات دولار، ووافقت الكويت على دفع 9 مليارات دولار، وأصر الجانبان على موقفيهما. عندها تدخل الملك فهد وقدم المليار دولار من جانب المملكة العربية السعودية ليستكمل المبلغ، وبعدها اقترح العراق تأجيل المحادثات لمدة أسبوع، ولكن كانت هذه خدعة. وفي الأول من أغسطس عام 90 كانت تعيش الكويت في هذه اللحظات أياماً جميلة ينعم الجميع بها بنعمة الأمن والأمان والاستقرار، كشعب مسالم يسعى دائما إلى أن يكون السلام عنوان هذا العالم. في ظلام الليل والناس نيام، شق صوت الغدر آفاق الظلام، فزع الدنيا بطغيان لم يفي للجار بحق أو ذمام. خاننا جار قريب طامع، وتناسى نخوة العرب الكرام، غير أننا لم نفرط في الحمى، وتوحدنا على طرد اللئام. يا أهل الكويت الكرام، أيها الأهل الأعزاء في العراق العظيم، يا أبناء الأمة العربية المجيدة، عندما قامت الانتفاضة في الكويت في 11 من محرم المصادف 2 من أغسطس، وعلى عودة الأبناء إلى عائلتهم الكبيرة، على عودة الكويت إلى العراق العظيم الوطن الأم، وتحقيق الوحدة الاندماجية الكاملة بين الكويت والعراق. صدر بيان من بغداد قال الاجتماع ده اللي هيحصل ده بروتوكولي. حصل الاجتماع يوم الثلاثاء اللي هو 31 يوليو،
واستمر حتى ظهر الأربع 1 أغسطس. يوم 2 أغسطس الساعة حوالي 4:30 الصبح قالوا لي الحق الاعتداء وموضوع خطير ونكدة والدنيا، ودخلوا على المواقع ودخلوا الكويت. جالي شلل في تفكيري. سنين وأنا لم يفوت يوم أو يومين إلا وأجد مكالمة من رئيس صدام وشكر منه لموقف المملكة العربية السعودية، وشكر منه لي أنا شخصيا لمواقفي معه. هل هذه المواقف اللي فات عليها سنين طويلة إلى أن انتهت باعتداء على الكويت